وفرش سجادة الإعدام بنفسه. عفوا في شيء فاتني قبل ما يطلع من الغرفة، فطلب مني طلب. دقت مواقع التواصل الاجتماعي بالوطن العربي في الساعات القليلة الماضية باسم الشاب هيثم العدني، مرفوقة بصور وعبارات مؤثرة تنعيه، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام عليه. وترجع تفاصيل القضية للخمس سنوات الماضية، إذ صدر في حق هيثم العوضي حكم الإعدام قصاصا نظير تورطه في قتل مواطن عماني، ليتم يوم الاثنين الموافق 14/11/2023 تنفيذ حكم الإعدام في هيثم العدني داخل السجن المركزي بالمهرة الواقع شرق اليمن. وواقعة إعدام الشاب هيثم العدني خلقت حالة حزن كبيرة جدا داخل الوطن العربي كله، خصوصا بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع لشخص بيزعم انه كان على تواصل دائم مع هيثم العدني، وبيقول كمان انه حضر لحظة اعدامه. واتكلم في الفيديو المتداول ده عن اخر لحظات في حياة هيثم العدني، وقال ان الشاب هيثم العدني طلب انه يصلي ركعتين في مكان تنفيذ حكم الاعدام فيه، واشار ان هيثم العدني تم انهاء حياته بعد اطلاق عليه 3 رصاصات، طبعا من طرف منفذ الحكم. فطلب مني طلب، قال لي ممكن يسمحوا لي على انه انا اصلي ركعتين في ساحة التنفيذ. ورحت عند فضيلة الشيخ، قلت يا فضيلة الشيخ هيثم له طلب اخير، نفسه يصلي ركعتين. قال لي طبعا من حقه، طلبات مجابة. قلت له لا، يبغى يصليها في ساحة تنفيذ القصاص. قال لي حقه حبيبي، خليه يجيبوه. قلت له ابشر يا هيثم، متوضي؟ قال نعم متوضي. صايم؟ قال نعم انا صايم. قلت له قلت اذكار؟ قلت اذكار. قلت يلا يا حبيبي تعال نصلي. راح هيثم فرش سجادته ثم صلى ركعتين، ثم قام، ثم فتح الشال اللي عنده فرشه في الأرض، الشال عشان يعدم عليه. هو فرش فرشة إعدامه بيده. والله الذي لا إله إلا هو أنه ارتفع صوته بلا إله إلا الله بطريقة عجيبة.